بمناسبة عيد العرش المجيد، تتقدم الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل إلى صاحب الجلالة نصره الله بأطيب المتمنيات وأزكى التحيات، ونتمنى لصاحب الجلالة العز والنصر في مهامه. لقد عرفت الآونة الأخيرة مجموعة من الأوراش المهيكلة لبلادنا، ونخص بالذكر القانون الإطار للاستثمار. هذا القانون الذي سيمكن المغرب من جلب الاستثمارات وبالتالي خلق مناصب الشغل بالنسبة للطبقة العاملة المغربية. كذلك عرفت وتعرف بلادنا ذلكم المشروع الملكي المهيكل، ألا وهو تعميم التغطية الاجتماعية للمغاربة ولعموم الأجراء. فتعميم التغطية الاجتماعية يعني التغطية الصحية للجميع، التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال لكل المغاربة، وكذلك خلق تعويض عن فقدان الشغل الذي طالما طالبنا به، واللي عالم الشغل في أمس الحاجة إلى هذا التعويض عن فقدان الشغل في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها العالم. كذلك البلاد ديالنا فيما يخص القضية الوطنية، فيما يخص صحرائنا المغربية، عرفت الدبلوماسية المغربية تقدما كبيرا، بحيث تم فتح مجموعة من القنصليات بصحرائنا المغربية، وكذلك الاعتراف بمغربية الصحراء لمجموعة من الدول. وفي هذا الباب يلعب الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية دورا طلائعيا فيما يخص الدبلوماسية الموازية، بحيث وفود الاتحاد والوفود النقابية أينما حلت في كل المنتديات والمؤتمرات الدولية إلا وتدافع بصرامة وبصلابة عن قضيتنا ديال الوحدة الترابية، وتتصدى لخصوم الوحدة الترابية لكذلك إثبات مغربية الصحراء. بالطبع نحن كمركزية نقابية نطمح إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية، وفي هذا الباب نهجنا مع الحكومة حوارا اجتماعيا. فمن مطالبنا منه ما هو تحقق، ومنه من هو في طور الدراسة، وبالطبع نأمل باش مطالب الطبقة العاملة تتحقق لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية. كذلك المغرب عرف مجموعة ديال الأوراش الكبيرة فيما يخص خلق وإحداث الوحدات الإنتاجية، خاصة الفروع ديال الشركات المتعددة الجنسية. فالحمد لله والشكر لله، بعد الجائحة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، نلاحظ أن المغرب كيستعد العافية ديالو بإعادة انطلاق الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل، وبالطبع خاصة تطوير قطاع من
أكبر القطاعات، وهو القطاع ديال تنمية الموارد البشرية، وهو قطاع التكوين المهني والتكوين المستمر للطبقة العاملة المغربية، قصد الرفع من مهاراتها حتى تكون في مستوى تطلعات التكنولوجيات الجديدة. شكرا لكم وهنيئا للشعب المغربي على هذا العيد.